السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم تغريد من قناة أكلة ملوكي. النهاردة بقى كان عندنا مطرة والجو كان جميل جميل جميل، وبدأ الشتاء اللذيذ بقى. بصراحة أنا بحب الشتاء قوي. مين زي بقى بيحب الشتاء؟ وطبعا حيرة كل شتاء أول ما تلاقي الدنيا تمطر الكل يشتغل ايه؟ محشي. قعدت أسأل ولادي تاكلوا محشي؟ لا. طب نعمل عدس؟ لا. طب نعمل ايه؟ المهم دخلت شفت ايه اللي موجود عندي، وبدأت كده أسمي بالله ونشوف هنعمل غدا ايه يدفينا في الجو المطر القمر ده. بجد كان يوم حلو قوي قوي قوي. اول مطره وكانت جميله جميله، وكان الجو تلج وحلو. مين زي بقى بيحب الشتاء يا حبايبي؟ ربنا يا رب يسعدكم كلكم ويجعل اوقاتكم كلها خير وبركه. هنشوف بقى ايه المتاح معانا ونبدا ايه نظبط مع بعض، نشوف هنعمل غدا ايه. بس نقعد نستمتع بالجو الجميل ده، نعمل حاجه سخنه ونقعد نتفرج على المطر القمر دي. وبعد كده ايه نشوف هنعمل غدا ايه معانا. هنسمي بالله ونخش نشوف هنعمل ايه. كده هنا عندي سجق، لقيت عندي سجق، قلت هعمل سجق واعمل ايه، طواجن بطاطس كده وشويه رز وملوخيه. كانت لقمه زي العسل والله. ودفت البيت بقى، شغلي الفرن كده في السقعه دي. والله لو تعملي بصي صينيه عجه. المهم تحسي بالدفى كده وريحه الاكل الجميله في قلب البيت. سيبكوا بقى من الدليفري والحاجات اللي جابت العيا للناس. مفيش اجمل ولا احلى من لقمه البيت. والشتا جميل كله خضار وحلو. والله لو هتقطعي بصي طبق خضار كده مشكل وتعملي شويه مسقعه وبطاطس محمره، فضل ونعمه من ربنا، ربنا يملى بيكم خير وبركه. هبدا بقى اعمل بقى الايه، التسبيكه بتاعه السجق. انا بحب اعمله ني في ني. مين زي بقى يا حبايبي؟ هنبدا بقى نجيب البصل، كميه البصل. انا بحب اقطع على ايدي، ما بحبش الكب. اللي بيحب الكبه بقى يضرب بقى في الكبه، او اللي عنده كبه يدويه، او اللي بالكهرباء، او يبشر البصل. كل حاجه متاحه معاكي، اللي متوفر معاكي يا حبيبتي اعمليه. الله يعينكم ويقويكم جميعا. هبدا بقى اقطع كميه البصل بتاعتي. وهنا جنبي انا ضربه طماطم في قلب الكبه. عشان ايه بقى؟ ما يكونش فيها ميه. لو انت هتضربي برضو في الخلاط، قطعي البصل ودعكيه بملح وفلفل اسود، وصفي الميه بتاعته، وخدي التفل حطيه، وخدي الميه بتاعت البصل اللي انت قطعتيه ده، اضربي بيه الطماطم حبه بحبه بحبه بحبه، بحيث ما تحطيش ميه خالص. عشان يا حبيبتي احنا مش محتاجين ايه ميه فيها. تمام. هبدأ بقى اقطع كمية البصل بتاعتي كلها. وهنا التوابل معايا، بابريكا ومعايا شطة ومعايا فلفل اسود، 7 بهارات وجنزبيل وشوية قرفة، وبهارات محشي لو انتي متوفرة عندك. انا بحب اعملها على ايدي: فلفل، كمون، كزبرة، حبهان مطحون، ورق لورا مطحون، قرنفل مطحون. بصوا، تتبيلة ولا اروع ولا اروع. بتبقى ريحتها وطعمها في المحشي تحفة. وابدا بقى ادعك بقى ايه البصله بالتوابل بتاعتي دي، واحط معلقه سكر معاها ومعلقه ملح، ممكن مكعبات ماجي. وابدا بقى احطها على الطماطم اللي انا قلت لكم انا عصراها بدون ميه. حطيت كده انا معلقه سكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. هقلب بقى كل الكلام الامر ده مع بعضه. وهنبدا بقى نجيب الخضره بتاعتنا نقطعها. بقى انا بحب احط الكزبره وشبت، ما بحبش احط بقدونس. حابه تحطي بقدونس حطي يا حبيبتي، ده براحتك. بص يا جماعة، الأكل ملوش كتالوج. الأكل مش واحد اتنين تلاتة، لا براحتك. جودي، وكل دار وليها مدار. يعني في ناس بتحب الأكل سبايسي حراق، في ناس بتحب الملح قليل، في ناس بتحب الملح زيادة، في ناس بتحبش تحط توابل، تحط حاجات بسيطة جدا. براحتك. كل لقمة بتبقى جميلة من إيد صاحب المكان. هنبدأ نقطع بقى الخضرة بتاعتنا بعد ما غسلناها بقى طبعا حلو. غسلوا الحاجة حلو ونقعها بقى في مية وخل. ربنا يعافينا جميعا من الأمراض ويسترها عليكم يا حبايبي، ويحسن ما بين ايديكم يا رب. هبدا بقى امكس كل الخليط القمر ده، واحط الرز بتاعي. هنقلب هنقلب كله على بعضه. واحط الزيت بقى يا حبايبي. وقلبي بقى كل الكلام القمر ده، ريحته كانت تحفة. عايزة تزودي اللون حطي شوية ايه، لو عندك صلصة حطي معلقتين 3 صلصة، مفيش مشاكل. انما هي اللهم بارك كانت معايا، ده الكاميرا كده ظلمها، كانت بص بلحة. كانت معايا حمرة وجميلة. هنزود شوية رز كمان. وهقلب بقى كل الكلام الجميل ده. والله العظيم كانت خلطة قمر. وهجيب بقى شوية نعناع من عندنا، انا زارعين الحاجة الله يشفيه ويعافيه يا رب. كان زارع لنا نعناع بقى فريش في البلكونة. جبت بقى كام عود نعناع كده، مفيش مزروع عندك هاتي من بره. كده كده النعناع متوفر كتير قمر اليومين دول بلدي. انا ما اتمزجش من كوباية الشاي الا لازم فيها ورقتين النعناع. هظبط بقى الملح بتاعي. وهبدأ بقى اجيب السجق. معاكي طريقتين، بصوا. انا بقى بحبش اعمل بقوم، دي طريقة.
ودي طريقه اللي انا بحب اعملها دي. ما بحبش بقى اعمل بقمع والكلام الغريب العجيب المريب اللي بنشوفه اليومين دول ده، وتقطعي نص ازازه ورقبه ازازه لا، والشغل بتاعنا القديم ده. اهو بصوا، قطعه بقى زي ما انت عايزه. عايزه تعمليه طويل زي ما هو وتقطعيه حلقات كده بعد ما تحمريه، مفيش مشاكل، براحتك. كل حاجه متاحه معاكي، اللي يريحك وتعرفي تشتغلي بيه وسهل معاكي اشتغلي بيه. ما نصعبش الحاجه على بعض، على قد ما تقدر ما تصعبيش الحاجه على نفسك، سهلي على نفسك. هي لقمه بتتعمل بحب كده وببركه وبرضا من عند ربنا، ربنا بيحط فيها البركه، هو ده السر والله. بصوا هنا بقى خلصت الكمية، عملت شوية بوبوس وعملت شوية يعني زي ما هو كده على بعضه زي ما انا هوريكم، وقطعة بقى صغيرة كده. يعني في عندي شوية بيحبوه كده وبيحبوه متحمر، وبعد ما حمره اقطعه لهم كده ايه، سمبوكسات صغيرة كده ياكلوا، او حلقات. هبدأ بقى امسكها كده من ايديها، من راسها ومن رجليها، وانزلها كده في المية شوية لحد ما تمسك معايا، تديك الشكل اللي هو النص دايرة ده. وممكن تسويه برضو في الفرن، ممكن في الكيس الحراري، ممكن ان شاء الله نعمله مع بعض. هسويه لكم مره بالبخار، ومره اعمله لكم في طاجن في الفرن بامر الله، ومره في الكيس الحراري. يبقى احنا ايه، كفينا ووفينا وعملنا كل الطرق. انا عناية ليكم يا حبايبي اللي انتوا عايزين. هنا كان معايا فرخه كنت غسلاها ونقعها في محلول النقع زي ما احنا عارفين. الميه غليت، حطيتها في قلب الميه نسلقها عادي. معلش يا حبايبي واخده برد. هنا حطيت اللهم بارك، بصوا اللهم صل على حضرة النبي. ده البوبس اللي بقول لكم عليه، بعمله يعني طويل للاخر، وبعد كده امسك بقى فتله واربط بقى. هنا هنعمل طواجن بطاطس قمر قمر قمر. هنقطع البصل حلقات كبيره دوائر كده، طريقه زمان بقى وريحه زمان. انا عايزه اقول لكم كانت عامله قلبان في البيت، والله العظيم كانت ريحتها قلب البيت. كل اللي يطلع من ولادي ربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب، يقول يا ماما انت عامله اكل ايه، ريحه حلوه قوي قوي. هنا بوريكم كنت طالبه الطماطم برده في الكبه، معايا البطاطس بقى في تكايه صغيره، معايا 7 بهارات، ومعايا برده معلقه قرفه صغننه وبابريكا وفلفل اسود ومكعب ماجي. هحط كل ده وشويه ملح، وهبصوا هدعك البطاطس دي كلها بالبهارات واركنها قيمه نص ساعه. يا لهوي على الجمال، كانت تحفة. شاربة بقى من التتبيلة والطعم وريحة ولا أروع والله، لوحدها من غير ما تحطي لحمة أو فراخ. يعني أنا عاملاها لوحدها أهي معهاش حاجة، ورد. طعمها كان خرافي بألف هنا وشفا. بصوا ني في ني، حطيت البصلة تحت، وأحط البطاطس، وهسقيها شوية الصوص بتاع الطماطم. لما الطماطم دي بقى أنا حاطة معاها قرن فلفل سبايسي وحراق يعني، وحاطة معاها توم ضربهم في قلب الكبة. هحط شوية زيت وهجيب كبشة من شوربة الفراخ، هسقي دي كبشة شوربة ودي كبشة شوربة، وهقفلها. وممكن مقفلهاش كمان احطها كده براحتك. بصوا نقطع قرن فلفل بقى على وشها، يديها ريحة وطعم كده حلو قوي. ال 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 الفلفل بيليه مع صينية البطاطس، بيديها طعم حلو قوي. أكلة شتوية يعني، بص في أكل صيفي وأكل شتوي. زي ياسمين عز ما كانت بتقولك صوت صيفي وصوت شتوي، لا احنا عندنا أكلة شتوية وأكلة صيفية. شوفي بقى ما تعملي لقمة جميلة كده لجوزك، يدعيلك والله، يدعيلك من قلبه. ربنا يهدي سركم جميعا يا رب ويصلح ما بينكم. بصوا حط الزيت على وش دي وعلى وش دي اهو. بوريكم هنا بحط شوية جنزبيل، لو عندك جنزبيل بقى فريش يبقى جماله وحلاوته. هنا احط شوية جنزبيل في الشوربة بتاعة الممبار، ما بتخليش فيه زفارة خالص. اللهم بارك، انا غسلاه ومخليه قشطة قشطة. وبعد ما نضفته وغسلته نقعته في شوية خل وملح خشن، ملح الرشيد ده نقعيه فيه، وشوية خل وسيبيه شوية، وبعد كده بقى امرشيه بايدك كده واغسليه غسلة حلوة بره وجوه، هو عايز النظافة. هنا هنعمل بقى حبة رز بشعرية قمر. هقولك على تكاية بقى تعملها في رز بشعرية وتدعيلي. حطينا ايه بقى هنا، عمرنا الشعريه وحطيت مكعب ماجي وحطيت لها شويه ملح. وتعملي ايه قبل ما تحطي الرز، حطي معلقه كزبره صغيره معاه. بص اللهم بارك، بصوا الجمال والحلاوه، طواجن قمر قمر اهم يا حبايبي، والله كانوا زي العسل. الريحه بقى ما اقولكوش،
وبعد ما بتشوحي الرز يا حبيبتي وبحطيتي معلقه الكزبره الصغيره في قلب الرز بشعريه. هنا اللهم بارك بوريكم ممبار، اللهم بارك، والله ما خد ساعه معايا، كان زي العسل. وهنا معايا الفرخه اهي، وهنا الرز هوريكم اهو ما شاء الله اللهم بارك. الرز بشعريه بقى رجعنا له عشان ما انساش. بتحطي معلقه الكزبره وتقلبي وتحطي التلات ارباع شوربه، ويا سلام سلم كوبايه لبن بقى. ايوه كوبايه لبن حطيها عليه. قسما بالله هتاكلي شويه رز بشعريه جمال. بس هي الكاميرا للاسف ما صورتش. هنا بقى كنت جايبه ملوخيه، حطيت الشوربه تغلي الاول وبعد كده حطيت الملوخيه واقلبها واغطيها. ولا بتسقط ولا تجيب ملحق ولا تقدر تعمل اي حاجه لانها تبقى مسكره وعسل نحل. كل اللي بيجي عندي يقول لي الملوخيه عندك خضرا ازاي. معلش يا حبايب البرد. هنا حطيت تومه ومعلقه كزبره وحطيت شويه زيت ومعلقه زبده. ده السر اللمعه بتاعت الملوخيه. في ناس تعمل ملوخيه تقول لك انا ما بلاقيش التومه بتلمع على الوش ليه؟ عشان يا حبيبتي بتحطي شويه زيت في قلب التومه بتاعتها. هنا اللهم بارك حطينا التومه. ولا بشهق بقى ولا بصوت ولا بلطم ولا بعمل الاعمال الغريبه دي. بنسمع حاجات غريبه وبغطي برضو. بصوا اللهم بارك. هنا الطواجن طلعت قمر. شويه مخلل بقى، عامله حبه لفت، عامله حبه ليمون، اللي متوفر عندك فضل ونعمه من ربنا. ما فيش اعملي حبه سلطه وشويه شوربه جمال. وحمرنا الفرخه وحطينا عليها شويه ملح وفلفل اسود بس بالطريقه بتاعتنا الجميله بقى. اكلنا البلدي الجميل بألف هنا وشفا حبايب قلبي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. اكله خفيفه وجميله ودفينا البيت. وعملنا أكلة بسيطة وحلوة بكل حاجة موجودة في البيت. وهنا السجق القمر بقى حمرته في الزيت وملح وفلفل. السلام عليكم.